اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده طبق كشري كده ممتاز بدرجه اولى ان شاء الله. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، وهقول لكم ازاي نطلعه بجد بجد زي المحلات بالظبط. تمام. وهنقول شويه تريكات كده في الرز وكمان في الصلصه، مش هتخلي الصلصه تحمي على يعني مراوح قلبك كده، لا، هتبقى لطيفة. وكمان هقولك تركة في الرز جميلة جدا جدا. سموا بس بسم الله وصلوا على رسول الله في الكومنتات. اول حاجة عملناها ان احنا سلقنا العدس ابو جبة، وطبعا حسب الكمية اللي انت عايزاها. تمام. وشوحنا طبعا الرز بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وايدك في الرز ما تسيبيهوش لغاية ما يدي اللون الجولد القمر اللي انت شايفاه ده. التركة بقى بتاعت الرز اللي احنا هنضيف عليه عدس اصفر. لو عندك عدس اصفر هتضيفي عليه عدس اصفر مع الرز حسب برضو الكمية اللي انت عايزاها، وهنقلبهم ونشوحهم كده مع الشعرية. وبعد كده هننزل بالعدس ابو جبة. طبعا لو انت عايزه العدس لوحده بره يعني براحتك تماما تماما. لو عايزه تعملي في حله واحده زي ما انت شايفه كده براحتك برضو. عايزه تسويه تسويه كامله وتحطيه على جنب وتضيفيه حسب الرغبه مفيش مشكله. عايزه تحطيه مع الرز فانت هتسويه 3/4 سوا. قلبناهم مع بعض كويس وحطينا الملح المظبوط بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نضيف الميه. حته العدس الاصفر لما بيتضاف مع الرز والعدس ابو جبه، عايزه اقول لكم ان هو بينقله في حته تانية خالص، طعمه بيبقى خطير بجد. انا روحت محلات كشري كتير وهو محل واحد بصراحه اللي انا بحب اروحه وباكل منه، بحس ان فعلا انا باكل حاجه عجباني. فبقعد بقى ايه امسك الطبق كده وافليه واشوف محتويات الطبق كده علشان اجي اعملها في البيت. وفعلا وصلت لدرجه يعني 99% زي المحل ده بالظبط. طبعا مش هقول الاسم علشان ما اعملوش اعلان. هنعمل بقى الصلصه القمر قمر دي بجد حاجه جميله جدا. عندنا هنا شويه زيت كده محترمين، حطينا الثوم بتاعنا، حطينا نص معلقه من السكر. نص معلقه السكر دي مش هتخليها تحمي عليكي خالص خالص. وبعد كده هننزل بمعلقه من الصلصة او باكو من الصلصة، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. هنفضل نقلب فيهم كده شمال يمين يعني طربق الدنيا كده تقليب. وبعد كده هنحط معلقة من الخل. مش هنضيف خل كتير علشان الصلصة بتاعتنا ما تبقاش زعجة قوي او تبقى يعني طعمها باين قوي في الخل جامد. تمام. هنسيبهم يغلوا. انا ما قطعتش المقطع خالص. شايفين الصلصة اصلا عملت ازاي؟ تخيلوا بقى الصلصة دي هيطلع لونها عامل ازاي، او التسبيكه دي هيطلع لونها عامل ازاي. حطينا بقى الصلصه بتاعتنا، الطماطم بتاعتنا مخلوطه ومتصفيه من القشر. تمام. مخلوطه ومتصفيه من القشر. معلش سامحوني لان انا اصلا تعبانه فصوتي رايح، فبالله عليكم ما تنسونيش بالدعاء بظهر الغيب. انا اصلا كنت عايزه انزل الفيديو صامت بس يعني يلا الحمد لله رب العالمين. خلاص كده هنسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك براحتها وتاخد وتدي مع نفسها. تعالوا بقى هنعمل البصل او الورد اللي احنا هنحطه على الكشري للتزيين. والناس طبعا انا باكله كده حاف يعني بحبه جدا. هنبتدي ان احنا نجيب البصل ونقطعه زي ما انتوا شايفين كده جوانح كده زي ما انتوا شايفينها. وبعد كده هنفرفطهم من بعض، هنفككهم من بعض. يعني اي واحدة كده لازقة في اختها لا، هنشيلهم من بعض كده ونفرفطهم. وبعد كده هننزل ب3 معالق من النشا، وهنقلبهم كويس جدا جدا جدا. يعني هنقلبهم بحيث ان كل بصلاية خلاص تاخد من اسمه ايه، من النشا. وطبعا ما ننساش رشة ملح كده علشان البصل ده يطلع كل المية اللي فيه اللي مندية. بعد كده هناخده وهنبتدي ان احنا نحطه في مصفى ونصف يعني نرجه كده، ننزل كل النشا اللي فيه. خلاص احنا مش محتاجين اي نشا، هننزل كل النشا اللي فيه. وبعد كده هناخده وهنقليه في الطاسة. هنعمل طبعا الحمص بتاعنا سهل جدا، بننقعه شوية وبعد كده بنرفعه على النار لغاية ما يستوي. واول ما يجي على السوا نحط له شويه ملح وخلاص على كده. تمام تمام. طيب سلقنا المكرونه. اخر حاجه انا عملتها هي سلق المكرونه. تعالوا بقى هنعمل شويه الدقه بتوعنا بقى اللي هم يعني ايه بنحبهم. مفيش حد ما بيقدرش يستغنى عن الدقه الا من رحم ربي يعني. هناخد بقى دي ميه الحمص. بيعملوا الدقه ازاي؟ بميه الحمص، مش بيعملوها بميه عاديه علشان بتديكوا طعم الدقه اللي بره بالظبط بالظبط بالظبط. حطينا بقى توم على النار من غير زيت من غير اي مواد دهنيه خالص. وبعد كده نزلنا بكوبايه
كوباية من مية الحمص، وهنسيبها ان هي تغلى. وبعد كده هنحط لها ايه، عصرة ليمون. عصرة ليمون حسب برضو الكمية اللي انت هتضيفيها. يعني لو حطيتي مثلا كوبايتين حمص، ده شيء يرجع لك انت. عصرة ليمون كده محترمة، تمام، يعني ليمونتين 3 كده. ربع فنجان بالظبط زي ما انت شفتي كده، ربع فنجان. وبعد كده هنحط برضو ربع فنجان خل، ربع اللي هو ما تكتريش، اللي هو يعني بالظبط 3 معالق كده او معلقتين. خلاص هنقلبهم مع بعض. ريحة التوم مع الليمون مع الخل هتطلع معاكي كده وتضرب في النافوخ، تمام. هتبتدي ان انت اهو شايفين بتغلي ازاي. طيب انا عايزه كده، عايزاها يغلوا مع بعض. هبتدي ان انا اضيف بقى الاضافات بتاعت شويه كمون ورشه من الملح. تمام، لسه هنضيف اضافه، فمش هنضيف ملح كتير. هنحط شويه الكمون، شويه الكزبره، وشويه الملح الصغيرين خالص. وهنبتدي بقى نضيف شويه الصلصه. بصوا شايفين جمال الصلصه، شايفين جمالها، بسم الله ما شاء الله، حاجه بجد جميله جدا جدا. تقيله، اللي هو مش تقيله اللي هي لا، يعني مظبوطه خلاص. وفي نفس الوقت يعني طعمها، يعني عايزه اقول لكم ان هو تقريبا انا مش هاكل كشري من بره تاني. انا عملته بالطريقه 99%، بجد الطريقة دي هي الصح للمحل ده، بس انا طبعا مش هقول اعلانه. خلاص. هنضيف بقى الصلصة على الدقة بتاعتنا، وهنقلبهم شوية ونسيبها تتسبك. مش هنسيبها تبقى صيصة كده، لا، لازم الدقة بتاعتنا تتسبك. وهتدوقيها، محتاجة ملح هتضيفي، مش محتاجة ملح خلاص بتبتدي ان انتي تسيبيها تتسبك بقى مع نفسها. وحسب برضو انتي عايزة تقلها يبقى ازاي، تمام. بالله عليكم ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وتدعوا له دعوة حلوة كده. وسامحوني بقى ان انا برغي كتير في الفيديوهات. وشكرا على الكومنتات الإيجابية والسلبية اللي انتوا بتبعتوها لي، كتر ألف خيركم يعني. عايزة بس اقول لكم على حاجة، اعلمكم دعاء. مفيش حد يعني ظلم انسان، او انا اتظلمت، او ايا كان كنت مظلومة او كنت مظلوم، الا وتدعي بيه الا وربنا يقضي لك حاجتك باذن الرحمن. تعالوا بقى اقول لكم الدعاء ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بسم الله طبعا. سبحان الله الحي القدوس، سبحان الله وبحمده ذو العزة والجبروت، يا عزيز يا حميد يا ذو العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اصرف عني ما أطيق وما لا أطيق، واكفني ما شئت كيفما شئت، واكفني شر كل جبار عنيد، واصرف عني جار السوء وشر الظالمين، اللهم آمين. وابكي بقى وتضرعي إلى الله. طبعا تكوني مظلومة مش ظالمة طبعا، لان انا بشوف العجب في الدنيا بصراحة، ان الظالم بيدعى المظلوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.